وكعادة كل زملكاوي يعني خالد الغندور اللي مالوش كلمة أنا رايح فين أنا راجع تاني، وزي ما كنت جايب لكم عفيفي قبل كده برضه أنا رايح فين أنا راجع تاني، النهارده مع خالد الغندور اللي بيشجع بيراميدز وبيشجع بيراميدز عشان هو ممثل مصر، مش أنا اللي بقول، ده خالد الغندور. اسمع معايا مبروك، كده. ألف ألف مبروك لرجالة بيراميدز. عملتوا اللي ركن يا عليكم خالد، وزيادة، شرفتوا ركن يا مصر خالد. بالوصول لأول مرة لنهائي دوري أبطال أفريقيا في المشاركة الثانية. جه تعويض لجماهير مصر بعد خروج الأهلي على يد سان داونز، عشان يفضل ممثل واحد للكرة المصرية في نهائي بالضبط، دوري ده اللي الأبطال. خالد الغندور قاله. طبعًا راجل وطني مصري بيحب مصر، بيحب بيراميدز عشان هو فريق مصري وشرّف مصر فهيشجع بيراميدز. طب تيجي نرجع كده سنة والّا سنتين ورا والّا 3 سنين حتى نسمع خالد الغندور قال إيه عن النادي الأهلي المصري برضه مش الأفريقي، النادي الأهلي اللي هو بيلعب معاه برضه اللي كان بيمثل مصر. خالد الغندور قال إيه يا ترى؟ يا ترى قال إيه؟ قال نشجع الأهلي؟ اسمع معايا كده. بتقول لي كمصري اتمنى الزمالك والاهلي. يعني هو الانديه بتلعب اسم مصر، في الانديه مالهاش علاقه بالدول، يعني لان بتنسى في الاخر يقول لك الاهلي واخد 7 9 بطولات. انا بيمثل مختلف مصر. معاك. نادي بيراميدز لا، بيمثل الزمالك بيمثل مصر. 3 الزمالك والاهلي سقفات بيمثل ما هو الاهلي. للكابتن بيمثل. خالد الغندور. 3 سقفات ليه؟ عشان الراجل ده فعلًا عنده ضمير، راجل بيحب مصر، بيحب أي حاجة مصرية، زي ما أنتم سمعتوا كده، الأهلي بيمثل الأهلي، الزمالك بيمثل الزمالك، بيراميدز بيمثل مصر. الله! الكلام اتغيّر ليه؟ الكلام اتغيّر ليه يا كابتن خالد؟ الكلام اتغيّر عشان مش الأهلي. الناس دي عندها عقدة وفوبيا اسمها النادي الأهلي، حرفيًا النادي الأهلي عامل لهم ارتكارية في دماغهم، في حاجة كده بين النادي الأهلي وبينهم من كتر اللي النادي الأهلي عامله فيهم. يعني تخيل خالد غندور ده وهو لاعب النادي الأهلي واخد منه كل البطولات، وهو مشجع النادي الأهلي واخد منه كل البطولات، وهو إعلامي في نادي الزمالك، النادي الأهلي واخد منه كل البطولات ومنكد عليه، وهو شغال أي حاجة في نادي الزمالك، النادي الأهلي منكد عليه واخد كل البطولات. فطبيعي جدًا، جدًا، جدًا إن هو ما يشجعش النادي الأهلي، ولكن تظهر ده وتبيّن ده. إنما هتقول لي أصل مصر وأنا باشجع مصر وبيراميدز ومش عارف إيه، وعادي جدًا إن أنت فترة من الفترات اللي جاية دي تلاقي خالد الغندور ده أصلًا أخد قرشين وبقى بيراميدز عملت قناة والراجل بقى قال لك أنا باشجع بيراميدز، أنا طول عمري بيراميدزاوي. عادي جدًا، ما هو فريق مصري. كده خلّي بالكم الفترة اللي جاية هتلاقي جمهور الزمالك انحصر جدًا، جمهور بيراميدز زاد جدًا. اعرفوا إن ده جمهور الزمالك شجّع بيراميدز عشان ما بقاش في حاجة اسمها الزمالك. ده نفاق كل ما هو زملكاوي. كابتن خالد الغندور أهو كابتن نادي الزمالك وأكتر واحد بيفهم فيهم بعد عفيفي، زي ما جبت لكم تناقض عفيفي النهارده وتناقض خالد الغندور. زمان كان الأهلي بيمثل الأهلي مش بيمثل مصر، إنما النهارده بيراميدز بيمثل مصر وعليه شوكولاته وعليه حاجه حلوه وعليه ايس كريم وطعمه جميل وكل الحاجات الحلوه ديت. فده تناقض. كل زملكاوي انا رايح فين انا راجع تاني. منشن لصاحبك الزملكاوي وشير في كل مكان وعرفهم تفكيرهم واكتر واحد بيفهم فيهم عامل ازاي. هما كلهم تقريبا بينقلوا الكلام من بعض وبينقلوا الكلام من خالد الغندور اللي بيفضلوا سهرانين عليه كل ليله. فده اكتر واحد بياخدوا منه معلومات وبياخدوا منه كلام يفضلوا ينقلوه وسط الناس، وده اكتر واحد فيهم مثقف. شوف التناقض بتاعه وشوف هو بيقول ايه. شير في كل مكان ولايك ومتابعه على صفحه الفيسبوك وكمان سبسكرايب لقناه اليوتيوب. وبس كده، سلام.